اوعى تفتكر ان انا اللي ضيعت جميلة يا حسام. انا ما كانش قدامي طريق تاني، وخفت ابعتها لك تتخلى عنها بعد ما شفت العصبية اللي كانت في عينيك وانت بتؤمر بموتي انا وهي. ولما جيت بعد فوات الاوان، جيت علشان تنجيني من الموت وتعيشني في عذاب. الو. الكلام اللي هقوله لك خطير جدا يا نبيلة هاني. بعد ما تقفلي معايا السكة تنفذيه فورا. في ايه يا منير؟ شغلتني. سليم بيه اتقبض عليه وهو بيسلم صفقة مخدرات. انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ انا عارف ان انت ما تعرفيش طبيعة شغل سليم بيه، بس صدقيني في ناس كتير متورطة في الصفقة دي، واول حاجة هيعملوها هيخطفوك انت وبنتك عشان يكون معاهم ورقة ضغط على سليم بيه وما يجيبش سيرتهم في التحقيقات. خدي بنتك واهربي من اليابان فورا، ولما توصلي مكان آمن أنا هبقى فاهمك. يلا يا نورهان، جهزي نفسك بسرعه، لازم نسيب البلد حالا. ايه دي يا ماما؟ في ايه؟ هفهمك في السكه، لازم نمشي من البلد حالا. طب هنروح على فين؟ اسهل تاشيره لينا دلوقتي مصر. يلا اوام. شركة شريف حماد مديونة لينا ب4 مليون جنيه وطالبين شغل. أنا قلت لهم ما أقدرش أديكوا الأوكي إلا لما أرجع لحسام بيه. اوعى تفتكر ان انا اللي ضيعت جميلة يا حسام. انا ما كانش قدامي طريق تاني، وخفت ابعتها لك تتخلى عنها. قلت إيه يا حسام بيه؟ أنا مش عارف أخد قرار لوحدي، لأن عارف إن في صلة نسب بتربطكم بعيلة شريف حماد. سيبني دلوقتي يا عبد الحكيم. طب أقول إيه للجماعة؟ قلت لك سيبني دلوقتي يا عبد الحكيم، انا اعصابي تعبانه ومش عارف اركز. يا حسام بيه في قرارات كتيرة واقفة على موافقتك، وأوراق كتير ناقصها إمضة حضرتك عشان الشغل في الشركة ما يتعطلش. يا عبد الحكيم قلت لك سيبني، سيبني دلوقتي، حرام عليك يا اخي. حاضر حاضر يا حسام بيه، عن إذنك. يلا يا نورهان، يلا بسرعه، الطياره قدامها ساعه. يلا. لحظه يا ماما، هلبس مش الشوز. مهم مش مهم. يلا يلا. ام ابراهيم، يا ام ابراهيم، يا ام ابراهيم. ايوه ام جميل. هو انت مش قلتي لي هتنامي ساعتين؟ ما نمتيش ليه؟
خدي الفلوس دي يا ام ابراهيم، فلوس ايه دي يا ست اسراء؟ هاتي بيهم حاجة لعيالك، وخدي دول اديهم لأي حد محتاج. ليه؟ هو في ايه؟ معرفش يا ام ابراهيم، حاسة بفرحة نزلت على قلبي عمري ما فرحتها قبل كده. يا رب يا رب لو الفرحة دي حقيقي ما تحرمني منها. حاسة بجميلة، والله حاسة بجميلة يا ام ابراهيم. يا عيني، الست ابتدت تفقد عقلها. الطف بيها يا رب. معلش يا نورهان يا بنتي، ما قدرتش اخد شقة افضل من دي. ايجارها كان هيبقى غالي عليا، والفلوس هتخلص مني بسرعة. يا ماما انت عملتي معايا اللي مفيش ام تعمله مع بنتها اللي من لحمها ودمها. انا بس زعلانه من الدنيا اللي ما صبرتش علينا لحد ما خرج من الكليه عشان اعرف اقف جنبك في وقت زي ده. منه لله بقى ابوكي، ضيع نفسه وضيعنا معاه. بابا سليم عمره ما قصر معايا في اي حاجه، انا بس مش هقدر اسامحه. انا كنت بدرس طب وعارفه مدى تاثير السموم اللي كان بيتاجر فيها دي على البشر، ده غير طبعا وصمه العار اللي هتفضل ملازماني طول حياتي ان ابويا كان تاجر مخدرات. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.